اذا حابب تزرع عجور من البذور بالشكل ده كده، فكل اللي عليك ان انت تجيب عجورة واحدة من السوق نفس اللي انت شايفها دي، وهنبدأ نقطعها ويلا بينا نزرعها مع بعضينا. انت هتجيب واحدة زي دي كده. بصوا يا جماعة رامي قد هنا وهناك يا جماعة، كمية كبيرة يا جماعة. فارش من بذرة واحدة تقدر تفرش الحتة كلها. بصوا يا جماعة ده كله مفروش من ثمرة واحدة بس، ومش كلها كمان. احنا دلوقتي هنزرع مع بعضينا في الحتة الفاضية دي وهنجرب فيها. يلا بينا نبدأ الشرح. كل اللي عليك ان انت هتجيب البذرة او الثمرة اللي حضراتكم شايفينها دي، وهنبدأ نكسرها. بعد ما نبدأ نكسرها يا جماعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هتطلع معانا كده. ادي يا جماعة، وبدأت يا جماعة هذه الثمار او البذور اللي جواها التقاوي اللي هي بتبقى جوا الثمار يا جماعة. فاحنا يا جماعة بنبدأ ايه؟ بنبدأ ناخد منها بذور وبنبدأ نزرعها فين؟ في هنا. فانت كل اللي عليك ان انت تعمل صرايب بس، اهم حاجة. وتبدأ تبحث بس كده بعقلة، يدوب عقلة ايه؟ صباعك. وبعد كده بنبدأ نفتح كده يا جماعة وناخد منها بذور كده، وننزل البذور بتاعتنا جواها. هذا يا جماعة بص البذور، ونبدأ نحط كده فيها جواها. طبعا يا جماعة انا عندنا احنا هنا في الدولة، طبعا كل واحد وبلده. انا هنا بقول عليه، ما بقولش عليه يا جماعة اللي هو ايه، انا بقول عليه عجور. انما هو يا جماعة مسموش عجور، لكن انا بقول عليه عجور. فلو انت مهتم بالزراعة ما تنساش تكتب لي تم. طبعا لو عندك اي سؤال قول لي في الكومنتات وانا ان شاء الله ارد عليك. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. واحلى مسا عليكم من اخوكم ادهم من قناة عالم الزراعة. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي. لكن بصوا يا جماعة هتبدأ يديك يا جماعة ثمار رهيب نفس الشكل حضراتكم شايفين. في واحدة تانية هنا يا جماعة، وادي واحدة تاني، وبس كده وصلنا على النبي.